قال لي هتكتبي على مراية الحمام اسم ابنك بدمك، وهتطفي النور وهتولعي شمعة صغيرة، وهتنادي عليه 3 مرات قدام مراية الحمام، وبعد كده هتنامي نوم عميق في الحمام لمدة 3 أيام. فكرت في الأول في محمد هعملها ازاي دي في وجوده في البيت، وافرض دخل عليا الحمام بالليل وشافني، بس أنا ما عنديش حل تاني، لازم هعمل أي حاجة علشان أشوف ابني مرة تانية، وبما إن محمد هو العائق الوحيد في الخطوة دي يبقى لازم أشوف معاه حل. فكرت كتير وفي الآخر قررت إن أحط له منوم قبل النوم عشان ما يصحاش بالليل، وفعلا عملت كده واتأكدت إنه نام خالص، ودخلت الحمام وطفيت النور وولعت الشمعة، وجرحت إيدي عشان أكتب اسم نور على المراية زي ما الناقل قال لي. وبعد ما كتبت اسم نور بدأت أنادي على ابني، رغم إن كنت ملهوفة إن أشوفه، بس هنا خفت شوية، وخصوصا إن كل مرة كنت أنادي فيها كنت أسمع صوت همس ورايا وصوت ضحك. هنام إزاي بس يا ربي؟ وبعد ما خلصت دخلت في البانيو وحاولت أنام، ما كنتش عارفة أغمض حتى من كتر الخوف، بس فجأة فتحت عيني ولقيت نور النهار طلع. إزاي نمت والوقت